الإعلام هو العلم والوسيلة اللي بتوصل بين العالم كله. علشان كده لازم نتعلم الإعلام بكل اللغات، وهنبدأ مع بعض بورشة الإعلام بالعبري. هتتعلم في الجزء الأول فيها أنواع الترجمة وإزاي تطور مهاراتك من العبرية على العربية، صياغة عناوين إخبارية جذابة، اختيار المصادر الإخبارية للنقل عنها، وكمان هنعمل جلسات استماع لبرامج عبرية والتدريب على فهم صوتيات اللغة، أساسيات كتابة الخبر العبري، وقواعد تحرير وترجمة الخبر العربي المترجم من العبرية. أما في الجزء الثاني فهتاخد نظرة على المصطلحات السياسية المستخدمة في اللغة العبرية وفي القواميس الموثوقة، وهتتعلم آلية التعامل مع مختلف أجهزة الإعلام الإسرائيلية، إذاعة، تلفزيون، صحافة وإنترنت، وهتاخد تدريب عملي على ترجمة وتحرير كافة القوالب الصحفية من العبرية إلى العربية. وكمان هتعرف حاجات عن الشؤون الحزبية وتحليل الأوضاع السياسية داخل إسرائيل. كمان هتاخد تدريب على كتابة لغة عربية خالية من الأخطاء الإملائية أو النحوية. وأخيراً آلية نقل الأوضاع السياسية العربية للإعلام العبري. وبكده تبقى عرفت تتعلم الإعلام بالعبري، الورشة المقدمة من دانات ميديا. دانات ميديا، ابعد عن الزحمة.